السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. انا سامعة حد بيقول لي اهلا اهلا باعز الحبايب. عادي، مقطع من وردة. النهارده هنعمل مع بعض الفلفل المخلل. انا جبت كمية، مش انا اللي جايبه الكمية الفلفل، ابني حبيبي قلت له هات لي فلفل وانت جاي، فما شاء الله جاب لي فلفل، يعني ايه اقول ايه، طويل والرفيع والمتني. فقلنا ان احنا ايه نستغله. وطبعا احنا خلاص داخلين على الشتاء، والشتاء يعني خضار، يعني مخللات، فاحنا من عشاق الفلفل المخلل. تمام. فانا جبت الفلفل اهو غسلته، هعمل لكم نوعين من الفلفل، الفلفل السريع والفلفل اللي ممكن تاكليه بعد اسبوع. بصوا انا هنا عماله اقمع الفلفل. في ناس بتحب تغسله وتشقه من تحت وتسيبه بنفس العمق بتاعه، بس انا بصراحه حتى وبتغسله كويس، بس انا بصراحه بفضل ان انا انضفه. يمكن انا علشان والدتي مثلي الاعلى، فانا بعمل الحاجه بطريقتها هي. لو حد هو برضو فيها ميزه، بيقولك ان الفلفل مش بيتهري، بس انت لو حطيتي الملح، المحلول الملح بتاعك مناسب، تأكدي ان الفلفل لاخر فلفلاية مش هيكون بيتهري. وهنرجع ونقول ايه، لكل دار ليها مدار. انا دلوقتي عملت البرطمان ده، وطبعا انت قبل ما بتشتغلي بتغلي مية. المية دي بتغليها يعني لكل لتر مية بتحطي 6 معالق ملح. تمام. مع معلقة خل كبيرة، وفي نفس الوقت معلقة سكر. ليه معلقة سكر؟ السكر بيحافظ على قرمشة المخلل، لو عملتي لفت، لو عملتي خيار، لو عملتي فلفل. وفي نفس الوقت انا بحس ان هو بيكون مادة حافظة. تمام. بصي هقولك على معلومة. ما تغليش المية بالملح في حاجة سلستين، لان يعني الملح بيخرم مع الوقت كده، الحلل السلستيل بالاخص. تمام. فانتي اغلي المية وسيبيها تهدى، وبعد كده قلبي فيها الملح. البرطمان اللي انا عملته قدامكم ده للاسف لقيته ان هو يعني من تحت جاب ميه، فاضطريت، دي معلقه سكر اللي احنا اتفقنا عليها، فاضطريت ان انا جبت برطمان اكبر وعملت كل كميه الفلفل. طبعا الفلفل ده انتي بتشوفي، بصوا هو ده البرطمان اللي انا قلت لكم جاب ميه. فاضطريت ان انا اعمل ايه، البرطمان الاكبر. طبعا ده بتعمليه وحوالي بعد اسبوع بتاكلي منه. غير كده انتي بتبقى لون البرطمان شفاف، بتشوفي لو هو اصفر بقى اللون الحلو اللي انتي بتجيبيه كده من عند بتاع المخللات. ولو اني عمري ما بشتري مخلل من بره على فكرة، استحالة. بصوا بقى الفكرة الحلوة دي، دلوقتي انتي بتجيبي كيسة تمليه حبة مية صغيرين، بحيث ان هي يبقى ضغطها ما تخليش الفلفل من فوق يطفو ولونه يغير. دلوقتي هنعمل مع بعض المخلل السريع. انتي هنا بتحطي حوالي مجين مية، وبتحطي توم، لو عندك توم صحيح مفيش ادنى مشكله، ويا دوبك. والملح طبعا انت بتدوقي الملح بتاعك، الحياء بتاعك ايه. وبتحطي الفلفل يا دوبك ياخد غلوه، وبتحطي له معلقه خل وبتدفي عليه. على فكره دي فكره يعني مخلل من زمان الزمن، كانت جدتي بتقول الفلفل المسلوق. انت بقى عايزاه مخلل السريع، بعد ما يغلي كده انشليه وسيبيه في طبق بره لحد ما الميه تهدى، وروحي معبيه في برطمان. لو عملتيه الصبح هتاكليه بالليل. يعني انا قلت لك فكرتين، الفلفل المسلوق والفلفل المخلل السريع. المخلل السريع اول ما يغلي شيليه لحد ما الميه تهدى، حطيه في برطمان وروحي صب الميه لما تهدى عليه. ان شاء الله هي تجارب انتوا عارفينها، بس انا حبيت افكركم بيها، وهتعملوها وهتعجبكم جدا. وان شاء الله باذن الله في سلسله للمخللات هعملها معاكم، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير يا حبايب قلبي.